المسلسل كيبدا في يناير 1962. كنكون وسط واحد المدينه سميتها ديري. السينما ديال هاد المدينه كنشوف واحد الدري صغير سميتو ماتي جالس كيتفرج في واحد الفيلم. المهم كاين واحد الدري خدام تما كشاف ماتي وعرف بلي دخل بلا ورقه، وبدا كيجري موراه باش يخرجو. ماتي هرب وتخبى في واحد البلاصه في السينما. داك الدري كمل الجريه ديالو باش يلقاه، وهو كيقلب عليه تلاقى مع واحد اخر خدام تما سميتو هانك، وكانت معاه بنته الصغيره روني. روني قدرت تشوف ماتيو فين مخبي، ولكن كذبات على الدري وقالت ليه بلي ما شافت حتى واحد داز من هنا. ومشى الدري يقلب في بلاصه اخرى. ماتي استغل الفرصه وبمساعده روني هرب من السينما. غير هرب ماتي وقف واحد الطوموبيل راكبه فيها عائله كتكون اب وولادهم الصغار، وزيد على الاب كانت حامله. ماتي قال لهم بلي بغى يخرج من ديري بمره، وديك العائله قالوا لي بلي حتى هما خارجين وغادي يديو معاهم. ماتي فرح وركب وبداو غاديين. واحد شويه ماتي لاحظ بلي العائله في شكل كيهضروا بطريقه غريبه وكيتحركوا بطريقه اغرب. ماتي شاف بلي راه ما بعدوش كاع على المدينه كيف ما قالوا ليه، حتى لقى راسو كيدور بلاصتو. كل ما زادوا القدام كتبان ليه البلاكه ديال مدينه ديري عاوتاني. عرف راسو بلي راه غير كيخرج ويدخل المدينه. تخلع وطلب من الاب يوقف الطوموبيل باش ينزل، ولكن الاب رفض. في وسط الدروينه الام بدات كتولد، ولكن ماشي ولاده عاديه. كلشي تفرقعات وخرج منه واحد الدري كيخلع ممسوخ، وبدا هاد الوحش كيهاجم ماتي والعائله كامله. ما عرفناش بالضبط شنو وقع لهم ولا هاد الوحش منين جا، ولكن باين بلي مدينة ديري فيها مصايب كحله ما يعلم بها غير الله. دازت 4 شهور وحنا دابا في ابريل 1962، بالضبط في واحد القاعده جويه ديال الجيش في مدينه ديرينيت. وصلت تما واحد الطيار سميتو لي اللي هو سمر البشره، وكان مع المساعد ديالو سميتو بولي. عرفنا باللي لي وبولي كانوا كيحاربوا مع بعضياتهم في كوريا، وملي سالت الحرب رجعوا الامريكان. وكاين اللي طلب ينقلوهم لمدينه ديري باش يخدموا في هذه القاعده، حيت لي طيار محترف بزاف وغادي ينفعهم. غير وصلوا جا عندهم ضابط فولر مساعد القائد جنرال شو، ورحب بهم وداهم يعرفهم على باقي الجنود. من بين هاد الطيارين كان واحد سميتو ماسترز اللي عامل لي معامله خايبه بزاف، حيت في ديك الوقيته كانت العنصريه بزاف اللي تشاد مع ماستر وضاربو. ولكن جا جنرال شو حبس الصداع. من بعد دا جنرال شو اللي المكتب ديالو اعتذر ليه على اللي دار ماسترز، وقال ليه بلي هو اللي طلب ليه بالضبط، حيت كيصنعوا واحد الطياره جديده وخطيره بزاف ومحتاجين طيار واعر باش يجربها. اللي يتحمس وقال لي ان شاء الله غنجح في المهمه. في ديك الليله اللي كان في بيتو حتى دخلوا عليه شي وحدين مقنعين بالسلاح، عدوه باش يعطيهم كاع المعلومات على الطياره الجديده، وقالوا لي بلي هما جواسيس ديال الاتحاد السوفيتي ولا ما هضرش غيقتلوه. اللي رفض الضرب معاهم ضربه خايبه، حتى جا بولي وعاونوه هربوا دوك المقنعين. نخليو هادشي ونمشيو للمدرسه فين كاين واحد البنت سميتها ليلي كاع التلاميذ كيتنمروا عليها حيت باها مات بطريقه غريبه. طاح بوسط ماكينه في المصنع فين كان خدام وتقطع اطراف، وهادشي دار ليها صدمه وداوها للمصحه النفسيه. ملي خرجات كاع الدراري ولاو كيشوفوها حمقى. باش مشات للخزانه ديالها طاحت عليها واحد القرعه ديال الكورنيشون، حطوا عليها الدراري باش يضحكوا عليها حيت باها مات بصنع ديال الكورنيشون. بقات ليلي كتبكي حتى جات صاحبتها الوحيده مارش وواساتها. في ديك المدرسه نيت كاينين جوج دراري سميتهم فال وتيدي اللي كانوا صحاب ماتي. الدري اللي غبر في بدايه المسلسل، تيدي بقى فيه الحال حيت ماتي غبر، ولكن فال قال ليه بلي ما كانوا صحابو ديال بصح، كنا معاه على قبل الحلوى والشوكولاط. تيدي كعاود مشى وخلاه فال حيت كيحس بلي ماتي باقي عايش وخاصو يقلب عليه. رجعوا لليلي اللي دابا في دارهم بدات كتفكر ناضي عيد ميلاد بماتي. نهار داها للسطح وقال لها بلي هذيك هي بلاصتو السريه وهو الوحيد اللي ما كانش كيشوفها حمقى، واعترف لها بالحب ديالو، ولكن هي قالت لي بلي ما كتبغيش. ومن تما غبر ماتي وعليها بقات كتحس بالذنب. وهي في الحمام سمعت صوت ماتي جاي من القرقره ديال لافابو كيغني ليها. ليلي تخلعات، وفي الاخر جا واحد الصباع تيخلع وعامر ذنب ديك القرقره. ليلي تخلعات بزاف، ولكن فجاه كلشي رجع عادي، وقالت مع راسها يمكن غير كنهلوز وكنتخيل. الغد ليه ليلي عاودات لصاحبتها مارش هادشي، وقالت لها بلي ماتي راه مخطوف وحطوه في القوادس. مارش قالت لها سكتي وما تعاوديش هادشي لحتى شي واحد باش ما يقولوش عليك حمقى عاوتاني. ليلي تقلقات ومشات عند تيدي وفال وعاودات لهم كلشي، ولكن حتى واحد ما تيقع حيت هادشي كيبان غير خيال. من بعد كنشوفوا بلي تيدي رجع لدارهم. فجأة البوله اللي في بيتو تحولت لكائن مرعب وهجمات عليه. تيدي بدا كيغوت حتى جا خوه وكلشي غبر. تما تيدي تيقبل لي كلام ليلي بصح، والغد لي تلاقى معاها ومع فال وقرروا يقلبوا على ماتي. اول حاجه داروها مشاو للمكتبه ديال المدينه باش يقلبوا في الارشيف الجرائم ويفهموا شنو وقع بالضبط. وتما تلاقاو مع سوزي اخت فال الصغيره اللي تقول واش سكتات ولا خلاتهم بخاطرهم، كتبقى لاصقه فيهم ما كتبغيش تطلق منهم كاع. ولكن ماشي هادشي هو المهم هو انهم تيقلبوا على الجريمه ديال ماتي والغبور ديالو، وعرفوا باللي ماتي اخر مره شافوه كانت في السينما. ومن تما غبر، وكاع الناس تيتهموا بات ماتي باللي يقدر يكون هو اللي مور الغبور ديال ولده.
حيت با ما كانش يحملو وكان كيعاملو معامله خايبه بزاف. وكاينين ناس اخرين عاود تيقولوا باللي الشك كله داير على هانك باتروني اللي خدام في ديك السينما باللي هو السبب في غبور ماتي، وما تهموه ماشي شي سبب معين كثر من انه عزي وخدام تما كعامل في السينما، يعني قالوا يقدر يكون دار فيها شي حاجه. المهم لي وفيل وختو سوزي ومعاهم تيدي قرروا يكملوا مع بعضياتهم باش يفهموا كلشي شنو وقع، ومشاو مع بعضياتهم يتلقاو روني باش يسولوه على النهار فاش غبر ماتي. ولكن كلشي تفاجأ باللي روني ما بغاش يهضر معاهم اصلا، حيت هي وباها هانك عياو من البوليس اللي كل نهار تيجي يحقق مع هانك على قبل هذا الحوار ديال ماتي، يعني ما ناقصينش مشاكل كثر. روني كانت غادا تخلي كلشي وترجع لدارها، لكن هي غادا سمعت ليلي تتقول باللي تتخيل ليها ماتي كاين في القرقاره ديال لافابو وانه تيهضر معاها وتيغني واحد الاغنيه. في ديك الوقيته روني تخلعات حيت هادشي كله كيطرى لها حتى هي، سولات روني ليلى على الاغنيه اللي سمعت، وفاش قالت لها الكلمات اللي عقلات عليهم عرفات روني باللي ديك الاغنيه هي نيت اللي كاينه في الفيلم اللي كان كيتفرج فيه ماتي قبل ما يغبر مباشره. وقالت لها روني باللي خاصهم دابا يمشيو للسينما ويشوفوا هذا الفيلم حيت ماتي يقدر يكون تيوجه لهم شي رساله من خلال هذا الفيلم نيت. وافقات ليلي وكلشي على اقتراح روني ومشاو خمسه بهم بيكالات ومعاهم روني للسينما. السينما مشات روني للبيت اللي تيخدموا فيه الافلام باش تطلق الفيلم اللي شافوا ماتي قبل ما يغبر. اما تيدي فيل وسوزي وليلي جلسوا في القاعه يتفرجوا باش يفهموا ماتي شنو بغى يقول لهم بالضبط. لكن فاش بدا الفيلم كلهم تصدموا بحاجه اخرى، حيت لقاو قدامهم ماتي طالع في الفيلم وهاز في يدو دري صغير بحال شي ممثل معاهم، وقال لهم ماتي في وسط الفيلم باللي هما السبب في كل شيء داكشي اللي طرا عليه. فجاه لاح ماتي داك الولد اللي في يدو وخرج من وسط الفيلم حتى وصل لعندهم، وكان كيشبه الوحش تيخلع وبدا تيهاجم كلشي، وقدر داك الوحش يدير مجزره وقتل تيدي وفيل وسوزي قدام عينين ليلي اللي كانت مخلوعه وما عرفاش كيفاش تعتق حتى واحد، حيت شافتهم كيتقتلوا قدام عينيها بطريقه خايبه بزاف. هربات ليلي من تما وجات عندهم روني تسولهم شنو وقع، حيت روني كما قلنا كانت في بلاصه فين تيخدموا الافلام وتتفرج من تما ما شافتش شنو وقع تحت في القاعه. المهم ليلي ما قدرت تقول لها والو من غير ان كلشي مات، وبقات غير تتغوت وتبكي وصافي. مورا ايام شفنا جوج ضباط ديال البوليس كيراقبوا دار هانك وتيهضروا بيناتهم، وعرفنا باللي كاع الناس دابا تيشوفوا باللي هانك هو اللي قتل الاولاد، ولكن للاسف ما عندهم حتى شي دليل واحد يقدر يتشد عليه. علاش؟ بكل بساطه حيت الجثث ديال الدراري مورا ما تقتلوا غبروا وتا حد ما عارف فين مشاو كاع. داكشي علاش ما كاين حتى دليل باللي شي حاجه وقعت في السينما من غير ان هاد الدراري غبروا تماك وصافي. وما كاين حتى شي دليل اخر حيت ليلي اللي حضرات لكلشي قالت باللي هانك ما دار والو، وليلي ما عاوداتش شنو طرا بالضبط قدام شي حد باش ما يقولوش على حمقى ورجعوها للسبيطار ديال الحماق، حيت كيف قلنا قبل الجوج غبروا بحال حتى شي حاجه ما وقعات، وقررت تقول باللي هانك بريء وصافي. دابا نطلعوا لدار هانك وغادي نشوفوا هانك جالس مع مو اللي بقات تقول لي باللي بنته روني هي السبب في البوليس اللي تابعينه. روني كانت سامعه كلشي وجات تطلب السماحه من باها حيت شاركات في هادشي الاخر اللي وقع، ولكن هانك قال لها باللي ما عندهاش حتى شي ذنب وهادشي غير عنصريه حيت هو كحل البشره وصافي. وبالليل دخلت روني تنعس وتغطات بالمانطا، وفجاه المانطا تبدلات وولات بحال الجلد ديال بنادم. روني حسات براسها وسط كرسي ديال شي حد بحال اللي شي حد صارتها، بدات تتحاول بكل الطرق تخرج من داك الجلد وخرجت بزز. فجاه لقات ما قدامها وبكرشه محلوله بطريقه بشعه بزاف وتتقول لها باللي هي اللي قتلاتها فاش خرجت من كرشه. يعني هنا كنفهموا باللي الام ديالها ماتت فاش ولاتها وباللي هي غتكون السبب في خراب باها. وبدات الام تتجروني الكرشه عاوتاني بطريقه تتخلع، ولات كرشمه بحال فم وحش كيتسنى يسرطها. ولكن قبل ما يطرا هادشي بدات روني تتغوت وجا عندها باها هانك وكلشي غبر في لحظه. في الجهه الاخرى شفنا لي في دارو جديده في مدينه داري، وجات عنده مرتو الشيره وولدو الصغير وال. لي ورا الولد وال باللي جاب ليه كادو هي تيليسكوب كان باغي يمشي لهادي. الولد فرح وعنق باه. موراها لي جلس مع راسو تيلاحظ في السلاح ديال الناس اللي هاجموه وكانوا بغاو منه مواصفات الطياره، واكتشف باللي داك السلاح روسي. الغد ليه مشى للقاعده الجويه ولقى باللي ماسترز كيحقوا معاه باللي هو اللي هجم على ليه حيت كان داير المشاكل من نهار وصل للقاعده. دخل ليه وجلس مع فونر اللي كان تيحقق مع ماسترز وقال ليه باللي ماسترز اعترف باللي هو اللي هاجم عليه، وماشي حيت هو جاسوس ولكن غير حيت ما بغاش تما وحيت عزي. ولي دوز الموضوع باللي المساله غير عنصريه وماشي شي حاجه اكثر من هكا. من بعد اللي مشى يزور ماسترز اللي كان ديك الساعه محبوس في الحبس ديال القاعده، وعطاه واحد الفردي بحال هذاك اللي هاجموا به ليه في البدايه، وقال ليه بغيتك تفك هاد السلاح وتعاود تركبه. ولكن تنشوفوا باللي ماسترز فشل وما عرفش يديرها، وتما اللي يتاكد باللي ماسترز ماشي هو اللي هجم عليه وانه اعترف غير تحت الضغط وصافي.
على قبل هادشي اللي مشى عند الجنرال شو ديريكت وفهموا باللي ماسترز مظلوم وماشي هو اللي حاول يقتلو، وباللي كاين شي حد اخر هو اللي دار هاد الفعله. في داك الوقت الجنرال شو اعترف ليه باللي فعلا ماشي ماسترز اللي هجم عليه، وباللي هادوك الناس اللي هجموا عليه تابعين لشونيت، وهو اللي صيفطهم باش يختبروا واش اللي راجل ثقه وما غاديش يسلق بلسانه ولا تضغط عليه. ودابا شو عرف باللي اللي ثقه بزاف وشكرو بزاف، وقال لي باللي ما يقدرش يقول لي شكون هاد الناس اللي هجموا عليه حيت هما تابعين ليه، ولكن مادام دابا تايق به غادي يوريه شنو كيديروا بالضبط في هاد القاعده الجويه، حيت هو ماشي تما غير باش يتدرب على طياره كيف قالوا ليه في البدايه، ولكن كاين سبب اخر اخطر بزاف. ملي سالا شو هضرتو دار لي لواحد البلاصه سريه في القاعده، وقال لي بلي هاد البلاصه كيديروا فيها خدمه من نوع اخر تماما، والهدف منها هو يوصلوا لواحد الوحش ساكن في مدينه ديري هادي ملايين السنين. سميت هاد الوحش هو الجالو. هاد الوحش قوي بزاف وهو السبب في كاع الفوضى اللي طارين في المدينه وكاع الاحداث الغريبه اللي كتوقع ديما تما، والهدف ديال الجيش هو يوصل لهاد الوحش وليه هو اللي غادي يعاونو. طبعا اللي تصدم من هادشي كله خصوصا انه جاب عائلته معاه لهاد المدينه وما كانش كيعرف باللي في هاد المصايب كامله، ولكن دابا وحل تما وبزز منه خاصو يكمل، بقى غير كيشوف وما لقى ما يقول. نخليو لهم نمشيو نتعرفوا على طيار اخر في القاعده سميتو ديك، حتى هو عزي. ديك كان جالس مع جوج ضباط صحابو في واحد البار، فالسالا ورجعوا للقاعده الضابط اللي في الباب رفض يدخلهم حيت خرجوا بلا اذن، ولكن ديك فهموا باللي هو خدام مع الجنرال شو ديريكت وباللي خرج ويدخل وقت ما بغا وما كان اللي يحبسو، وطلب من الضابط عيط لشو باش يتاكد، وبالفعل شو قال لهم دخلوا القاعده عادي. تما كيبان باللي ديك حجرته ثقيله ومهيب في القاعده، ولكن علاش هادشي غنعرفوه الغد لي فاش شفنا ديك كاين في داك المكان السري اللي كيقلبوا فيه على الوحش الجالو، وديك عنده دور كبير مهم في هاد الخدمه وغادي نفهموا هادشي من بعد، حيت ديك بلانو بوحدو. في ديك الوقيته كان واحد الشاب سميتو دانيال كيراقب الخدمه اللي كيديرها ديك وكاع داكشي اللي في القاعده. دانيال من السكان الاصليين ديال مدينه داري، وغادي نفهموا من بعد على السكان الاصليين حاضرين القاعده وخايفين من داكشي اللي كيديروا. في ديك الليله وقعت واحد الحاجه ما كتدخلش الراس. البوليس ديال الجيش لقاو فجاه في القاعده واحد الطوموبيل فيه مجموعه ديال الجثث واكلهم الدود، وفهمنا باللي هاد الرساله من وحش الجالو باش يحبسوا داكشي اللي كيديروا، ولكن شنو هاد الطوموبيل وشكون هاد الناس اللي فيها هادشي غنعرفوه من بعد. غير خليكم عاقلين هاد البلان مزيان. من بعد مشينا للمدرسه وشفنا ويل واصل تما باش يقرا، وطبعا اول نهار ديالو ما دازش على خير حيت كيف قلنا حتى هو عزي وتعنصروا معاه كاع التلاميذ، ولكن ماشي هادشي هو المهم هو باللي روني جات للمدرسه وتلاقات مع ليلي وقالت لها باللي خاصها تعاود للبوليس كاع داكشي اللي وقع في السينما باش ما يبقاوش باغيين يقربوا لبابا هانك بتهمه ما دارهاش، ولكن ليلي رفضات تماما حيت خافت الى عاودت الحقيقه يقولوا عليها حمقى ويرجعوها للمصحه النفسيه عاوتاني. تما روني تعصبات وضربات مع ليلي، وجات واحد الاستاذه دات روني القسم باش تعاقب فيه. تما روني تلقات مع ولد ليه وتعرفوا على بعضياتهم، وروني عرفات باللي ولد كي بزاف وقررت يوليو صحاب باش تستغل الذكاء ديالو من بعد، ماشي شي استغلال خايب ولكن هما ولاو صحاب وصافي. وهما في قسم العقاب شافوا البوليس جا وداو ليلي وما عرفوش علاش، ولكن فاش مشينا للكوميساريه شفنا قائد البوليس كلينت كيضغط على ليلي باش تعترف باللي هانك هو اللي قتل الاولاد ولا غير رجعها للسبيطار ديال المسطين. ليلي مسكينه باقا دريه صغيره وتخلعات من المصحه واعترفت وقالت باللي هانك هو القاتل، وبهذا الشيء قدر كلينت يشدو اخيرا. وهنا كنعرفوا باللي كلينت كان باغي يلصق في هانك غير حيت عنصري وصافي، وزيد عليها العمده ديال المدينه امرو يشد هانك باش يبرد السوق ويلقاو في من يلصقوها، وقال ليه يا دير هكا يا غنحيدك من المنصب ديالك. موراها البوليس مشاو لدار هانك وشدو قدام بنت روني اللي كانت كتغوت وما كاين اللي كيسمع ليها. روني كانت غتحماق وبان ليها باللي ليلي هي السبب، فمشات ديريكت هي لدارهم وضربات معاها، ولكن ما جرات عليها وسدات الموضوع. الغد ليه ليلي مشات للسوبر ماركت تقدا، فاش وصلت للبلاصه ديال قرايه الكورنيشون تخيلات باها وسط دوك القرايه مقطع بطريقه تتخلع، وبدا كيهاجمها ويقول لها باللي غيقتلها. بدات كتغوت بجد والناس تجمعوا عليها، وفي داك الوقت كاع داكشي اللي شافت اختفى والناس شافوها باللي حماقت وداوها للسبيطار باش تبقى تما واحد الايامات حتى تولي لاباس. في الجهه الاخرى تعرفنا على شيره مرات لي وبانت لينا شخصيه واعره ومختلفه، وتنشوفوها خرجات باش تقدر اللحم، وتما شافت باللي دراري كيتنمروا على دري صغير وجرات عليهم. الناس تما بقاو كيشوفوا فيها شوفات ماشي تلهي حيت هما عنصريين وما حاملينش يشوفوا وحده سمراء تتغوت على دراري بايضين، ولكن شيره ما تسوقاتش ليهم. موراها مشات لواحد الحانوت ديال لي زانتيك باش تشري شي حاجه، وهنا تنتعرفوا على مولات الحانوت اللي سميتها روز. روز هي كبيرة السكان الأصليين ديال المدينة. روز فرحات بزاف فاش عرفات باللي شيرة هي مرات لي، وبقات كتسولها شنو كيدير راجلها بالضبط في القاعدة ديال العسكر، ولكن الصراحة شيرة ما كانت عارفة حتى شي حاجة وما قالت لها والو، وشرات داكشي اللي بغات ومشات. ولكن عقلوا مزيان على هاد روز حيت غيكون عندها دور كبير في الجزء اللي جاي. وهنا سيادنا كيسالي الجزء الأول الملخص ديال المسلسل إيت. ويلكم تو ديري. تسناو الجزء الثاني اللي غنلوحو في أقرب وقت إن شاء الله. ومرة أخرى كنتمنى منكم تسمحوا لي حيت الصوت ديالي ماشي هو هذاك. خوكم مريت شوية وصافي. تهلاو.